السلام عليكم اخوان، صباح بخير، تحياتي لكم جميعا. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا كنبغي نشكر جميع المتتبعين والمتتبعات اللي صراحه الحمد لله الصفحه ديالنا الرسميه حصلت على ما يقارب 4 ملايين من المتابعه ومن الزياره للصفحه ديالنا. كنشكركم كاملين، ونتمنى الله سبحانه وتعالى اننا نبقاو دائما في المقدمه، وتبارك الله لكم كاملين. دونك جينا بغينا نهضروا على المقابلات المنتخب الوطني المغربي اللي دارت بينه وبين النيجر برسم اقصائيات كاس العالم ديال امريكا وديال المكسيك. دونك تحيه اول حاجه لجميع اللاعبين للطاقم المنتخب الوطني المغربي على الفوز ديالهم بحصه اللي هي كانت حصه عريضه اللي هي 5-0 في الملعب في اول مباراه بعد الاصلاح ديال الملعب الامير مولاي عبد الله. دونك كما تنقول باللغه ديال الكويريه، الركراكي دار اللي عليه، الركراكي ما عندش الحق حتى شي واحد صراحه اللي ينتقدو لانه دار النتيجه 5-0. كانت نتيجه صراحه مرضيه بحكم المجموعه ديال القيل والقال اللي كان على وليد الركراكي، خصوصا في اللائحه المستبعات، خصوصا في استبعاده للاعب حريمات، لاعب عسكري بدون مؤهلات قويه ولا بان عليها في الشهر. دونك الى حدود النتيجه صراحه كما تنقولوا ديك النتيجه هي دارت لا بروتيكسيون ولا بروتيجات المدرب المنتخب الوطني المغربي على اي انتقادات. دونك نهضروا قبل شنو هما الاشياء اللي كانوا صراحه من تبعات ديال المقابله. كانت التنظيم ديال المقابله نشوفوا شنو كان، لان كما كتعرفوا الدوله المغربيه فهي غتستضيف خمس نسخ من كاس العالم ديال الايكيسات، وغتستضيف كاس افريقيا كذلك ديال لي فيمينا، وغتستضيف كاس افريقيا على ما اظن حتى ديال النساء لذلك، وكاس العالم للانديه. لذلك هناك امور صراحه تنظيميه اللي شفنا تنشروا على عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك، مجموعه ديال المنصات تنشرات مجموعه ديال الاخطاء ولا مجموعه ديال الاشياء، نقولوا الاخطاء ولا مش الاخطاء. المهم اهم ديال هاد المشاكل هادو، عاد نهضروا على الايجابيات. اهم المشاكل اللي كانوا هو الناس كما سمعت واحد التصريح قال لك انا جاي ضارب تقريبا 4 سوايع ديال الطريق وبلاصه الطوموبيله بعيده على شي 2 كيلومتر، ونجي دابا نعاود نستنى ساعتين غير باش ندخل للتيران. دونك هنا كان المشكل ديال طريقه الولوج الى الملعب، كانت فيها صراحه وقت طويل استغلوا الجماهير المغربيه باش ندخل للتيران. دونك يجب اعاده النظر في طريقه الولوج الى الملعب. كما كتعرفوا الامير مولاي عبد الله عنده واحد الباب، عنده باب اللي تدخل ديريكت المدرجات، وكاين واحد الباب اللي تيدخلك كما تنقولوا ليسباس اللي كاين وسط الملعب. دونك كاقتراح من عبد ربي من موسى انه لما علاش مثلا الناس ديال يعقوب منصور غيمشيو حتى الحريريات باش يدخلوا الا كان عندهم الرقم 6 ولا 7 في لي غادا، علاش غادي يمشيو حتى علاش ما يدخلوش من الباب اللي منفصل مع الكراكشوات ويدخلوا من تما؟ ديك الساعه غادي يكونوا الناس كيشيروا اليوم عندك رقم 7 سير في اليمين، عندك رقم 7 سير في اليسار، يعني غتكون هذاك غادي يدوروا حول الملعب وسط الملعب ويسير البوط، يعني الليبيه عندك البي، لان ما يمكنش لك تدخل في الدور في ذاك الانتوراج ديال التيران الا كانت عندك البي. حبذا لو المسؤولين يعاودوا باعاده النظر في هذه، لان باش ما يكونش الاختلاط، لان يعني الناس ديال يعقوب منصور حتى هما طلعوا لجهه القنطره ديال حي الرياض تما فين وقع الاكتظاظ، وقع صف طويل، وناس كما تنقولوا تشكاو من هذه القضيه ديال اننا نتسناو بزاف. نقطه اخرى حتى هي اللي كانت سلبيه صراحه وسلبيه بزاف، هو قال لك الناس ما لقاوش، الناس قال لك ماتوا بالعطش والجوع. الوغ انا صراحه دخلت سميتو لي فيسي اللي كاينين تمايا والمرافق الصحيه كاين فيهم الماء، صراحه كاين فيهم الماء، وراهما منعوا كما شفنا في واحد الصور منعوا ادخال القنينات الى الملعب خوفا على عارفين بنادم تيدي يعمر القاعه ديال ربي شي لعاب نوليو فيما لا يجوز العقوبه. داكشي علاش هما كما شفتوا الصوره حيدوا الناس القاعه ديالهم منعهم انهم يدخلوهم، لما لا يجب اعاده النظر حتى في هذه القضيه ديال القضيه ديال الماء. ما عرفتش كاين واحد صراحه كاين واحد الا كنتو تشوفوا القهوه كاين واحد كيسان بحال ديال دامون كيكون فيهم الماء، حبذا لو يستعملوا هذوك بعدا تشربوا كتحلوا ما عندكش كيفاش دير تسدوا الضرب. حبذا المهم كاينين الحلول كما قلت. الجوع ما فهمتش انا الجوع كيفاش القضيه، لان الناس اللي مشى من 4 للتيران حتى تقريبا ما خرج من التيران حتى 8 مارس 10 اذا بصح يقدر يكون الجوع. دونك هذه كلها امور هذه كتبان لي سهله. كاين نقطه حتى هي اللي كانت صراحه اسالت الحبر كما تيقولوا، نشرت على مواقع التواصل والفيديو وديو ولا جابوا مشاهدات كثيره،
هو النزول بعض المحسوبين على الجمهور المغربي الانيق الى الملعب الارض مع الامين عبد الله. دونك واحد لقاو نحلوا في هذه القضيه هذه. هذوك الناس اللي دخلوا راه اول مره بنادم تيشوف التيران، اول مره بزاف ديال الحوايج كيبغي يكون هو الصباح، وكما قال بعض الاخوان المؤثرين هذا الشيخ اسماعيل اللي داير السيفيات تيك توك الانستغرام. انا حاب هذا لو كان واحد تساهل مع هاد الناس هادو كما تنقولوا. اول مره كاين الانبهار، كاين الناس من داشي، اول مره بنادم يدير شي تساهل، ولكن تكون واحد شد كما تقول شد الاذن باش ما تكررش هاد القضيه هذه. دونك كانوا هادو 3 ديال النقاط اللي يجب اعاده النظر فيهم. كانت قضيه اخرى اللي هي صراحه اللي حنا كممثلين ديال الجماهير كواحد من المحبين ديال الفريق العسكري، هو داك واحد الحديث كان ما بين احد رجال الشرطه ومع واحد المحب الجمهور العسكري اللي ما تلبس هذاك التومي ديال لي فار. علاش هذه ما فهمتش انا هذه القضيه علاش. دونك راه كاينين شي بعض العناصر اللي تيبداو يسيبوا الجهه ولا تيسيبوا المؤسسه اللي تيخدموا فيها، لذلك وجب اخذ الحيطه والحذر. الله يحسن العوام. كنعرفوا على ان البوليس كيجيو بكري، الناس ديال السيكوريتي الامن الخاص كيجيو بكري، الناس ديال الداخليه تيجيو بكري، تقريبا تيجيو بشي 6 السوايع قبل ما يبدا التوافد سميتو. راه فاش مشيت انا الصباح ديال المباراه راه لقيت الناس مع 11 كيديروا لا ميزون بلاص. الوغ من 11 حتى غتجي عندهم انت مع 6 راه غيكون منيفي الى اخره، ولكن يجب التعامل بلطف مع جميع انواع الجماهير. نتايا عندك الامن ديالك، انت داك السيد الا تعدى حدوده فكاين الامن، كاين القانون، كاين بزاف ديال الحوايج. لان بحال هاد المناوشات الله يسر ما قدر الله كتجيب نتائج لا يحمد العقبه وكتولد واحد الكراهيه واحد الحقد. حنا بالعكس حنا بغينا الا مشينا البوليسي ولا اي واحد نتساهموا معاهم ونعنقوا معاهم ونتعاملوا معاهم بطريقه هما مزيانه، ولما لا يكون تعاون ويكون داك التجاوب باش نكونوا كما تقول عند حسن الظن الجهات المختصه العليا، باش اننا نكونوا عند حسن الظن ديال سيدنا باش نشاركوا البلاد بخلاصه القضيه هذه. سيدنا ما تيخدمش الى هذه البلاد هذه، سيدنا دارت حنا خصنا نكونوا كما تنقولوا في المستوى. حتى هو راه سيدنا راه ما يعجبوش الحال اللي يدير على بيتو في سميتو الاذاعات اخرى يبقاو يضربوا السوء على الجمهور المغربي. دونك هادشي اللي بغينا حنايا. من بين الاشياء اللي هي كانت ايجابيه صراحه هو صراحه الحضور الجماهيري وتبارك الله عليكم. كاين واحد النقط اخرين اللي هما كانوا سلبيين شكون هما. كاين النقطه ديال الجماهير، للاسف الجماهير التشجيع اللي كنا بغينا ماشي بحال داكشي اللي بغينا. حنا بغينا التشجيع ديال الجماهير بحال هاد الصوره هذه اللي كتشوفوا دابا امامكم، بحال هكا الهتافات بحال هكا اللي صار كيبقى كما تيقولوا يهتز الجماهير الى غير ذلك. وبغينا ما عرفتش تقدر تكون صراحه شي بين قوسين للجامعه في هذا الصدد هذا. لما لا تشوف دير شي تواصل مع الجماهير ديال الفرق المحليه ديال كل ملعب، لان كما تيقولوا راه الجمهور تيكون هو اللاعب رقم 12 اللي كيدير الضغط. لان ملي غتلعب كونتر الكوت ديفوار ولا كونتر النيجر ولا كونتر فرق اللي هي تتوقف ولا المصريين ولا توانسه ولا الجزائريين راه يديروا. دونك خص الجمهور اللي تيزعزع الصفر لان واحد القضيه خص يفهمها مجموعه ديال الناس ما فاهمينش واحد القضيه. راه الا مشيتي للتيران راه الاغلبيه اللي تيمشي للتيران ما تيمشيش يتفرج في المقابله، تيمشي باش يشجع. شي اللي تيمشي للتيران خصو يمشي باش يشجع، ماشي باش كما تنقولوا يمشي يتفرج ولا يمشي يدير سيلفيات. وقبل ما نختموا الفيديو الاخوان الاخوات كنبغي نشكر المجهود الناس اللي داروا مجهود جبار حول هذاك التيفو اللي صراحه التيفو كان في المستوى. واول تيفو تيدار تيفو طروادي حلمنا هو اننا نتوجوا بالكاس. كان هذا هو الميساج اللي كان دار. تحياتي لهم، هي مجموعه ديال السواء، تحياتي لهم تحيه كبيره. وراه شفنا على ان التشجيعات كانوا كيشجعوا كيديروا اللي في جهدهم. دونك لو كون كان تنسيق مع بعض الجماهير الاخرى كتعطيكم تشجيع قوي كثير بزاف. تحياتي لكم جميعا. كان معكم موسى الاسمراني في الفيديو هذا. ما تنساوش جيمو ديال البارطاج الاخوان. تحياتي.